ايه هو التجمع السادس؟ تعال انا اقول لك بقى ايه هو التجمع السادس. طيب، تكملة للفيديو بتاع ان احنا مفروض الاماكن اللي انت مفروض تستثمر فيها الفترة الجاية، او ايه هي افضل الاماكن، من ضمنهم التجمع السادس. لاسباب كتير قوي، لان دي منطقة جديدة جدا. يعني زي ما بيقولوا كده الجولدن سكوير زمان. المنطقة اللي هي التجمع السادس اللي هو كان الاول مثلث الامل، ده منطقة اول من نزل فيها كان اورا. نزل بكومباوند اسمه زد ايست، وتوالت بعديه بعض المشاريع لبعض الشركات، من ضمنهم براند نيم كبير ومن ضمنهم ديفلوبر. زي ما بيقولوا كده حاولوا ان هو يثبتوا نفسهم الفترة اللي فاتت دي، وفعلا ثبتوا نفسهم. طيب، بالنسبة للمنطقة دي ليه تروح تشتري فيها؟ لو انت عايز تحافظ على فلوسك فترة كبيرة، وفي نفس الوقت حابب ان انت تسكن مع براند نيم كويسين، الرينج الريسيل بتاعهم هيكون عالي بعد ما يسلموا الحاجات دي كلها. وشفنا ده مثال حي زي زد ايست. كنا بنبيع الشقق هناك ب4 مليون جنيه و5 مليون جنيه، النهاردة بنبيعها بأرقام كبيرة شوية. الناس اللي اشترت زمان هي كسبت آه تقريبا 500% أو 700% من ان هو دافعينه، او كان توتال على سعر اليونت. الارقام كبيره شويه. ف... فالمنطقه دي فيري اتراكتيف جدا للناس. وفعلا انت لو بتسيف فلوسك في عقار محترم هتلاقيه هناك. لو كمان انت، هي الفكره كلها ان المنطقه هناك جديده شويه، فهتلاقي بعض الشركات بتقدم لك فيتشرز مش موجوده. يعني مثلا زي التشطيب، زي اشكال الماستر بلان، انواع جديده من التايبس. فالحاجات دي كلها هتعود عليك انت، او هترفلكت عليك انت بفايده كبيره قوي. فكره الرسالات بتاعتك هتبقى حلوه لو انت هتفضل قاعد في المشروع ده او هتسكن فيه. فانت هتوفر على نفسك تمن التشطيب كمان 4 سنين او 5 سنين على حسب الاستلام بتاعك. فهي المنطقه دي كويسه. هي ما فيهاش تقريبا عيوب، بالعكس هي مشتملة شوية. لأن هو زي ما بيقولوا كده هو امتداد طبيعي للتجمع، لأن شارع التسعين مكمل هناك بكل الخدمات بكل الأماكن التجارية، والقطاع التجاري برضه هيكون هناك زيه زي التجمع عادي. فهي حاجة امتداد فعلا تجمع مش أكتر. تمام. الحاجة برضو اللي المفروض تكون كويسة قوي الفترة دي، فكرة التجمع السادس هيكون برضو فيها كل الفئات. يعني كومباوندز وبيت وطن. يعني لو انت مسافر برا مصر تقدر تشتري قطعة أرض بيت وطن وتبنيها، أو شركة تخش تبنيها أو أيا كان. في التجمع السادس القطع الأراضي بتاعت بيت الوطن هتبقى بالظبط تحت زد على طول. اللوكيشن بتاعها حلو برضو وكويس، ولو تقدر تعمل كده تواصل مع الجهاز وربنا يكرمك ان شاء الله في حاجه زي دول. بالنسبه للكومباوندز والحاجات دي كلها، الشقق هناك البيمنت بلان بتاعتهم حلوه ومريحه جدا، وفي براند نيمز كويسين قوي نزلوا وهينزلوا في المنطقه دي. المنطقه دي كويسه قوي وخصبه جدا للاستثمار الفتره دي. ما تحاولش ان هي تفوتك. لو محتاج اي حاجه تواصل معايا على طول. معاك شادي شردي، تيم ليدر استرال جروب. شكرا جدا.